كل يوم تصحى الصبح وتلاقي ابنك أو بنتك مالين السرير وتقول لنفسك لحد امتى؟ هو كده طبيعي ولا في مشكلة؟ خليني أقولك حاجة مهمة. التبول الليلي هو واحد من أكتر التحديات اللي بتقابل الأهل، لكن في الغالب بيكون طبيعي وبيختفي لوحده مع الوقت في عمر أقل من 5 سنوات. ده يعتبر شائع جدا، و75% من الأطفال بيتخلصوا منه قبل سن 6 سنوات. لكن لما يوصل الطفل لسن 6 سنين أو أكتر ولسه بيتبول بالليل باستمرار، هنا بنبدأ نسأل هل ده بسبب عضوي ولا نفسي؟ عندنا أسباب عضوية ممكن تكون زي ضعف في التحكم بالمثانة أو التهابات بولية أو حتى عامل وراثي، لكن لما يكون السبب نفسي غالبا بيكون قلق شديد، توتر من المدرسة أو البيت، شعور بالخوف أو فقدان الأمان، أو حتى غيرته من أخ صغير شرف للعيلة. المهم هنا اوعى توبخوا، ما تحرجوش، ما تخلوش الموضوع محرج أو مؤلم بالنسبة له. طيب ايه الحل؟ أول حاجة لازم نتأكد إن مفيش سبب عضوي، يعني نعمل فحوصات وتحاليل طبية للطفل. تاني حاجة نقلل السوائل قبل النوم بساعتين، نخليه يدخل الحمام قبل ما ينام بساعة. اعمله تقويم بسيط، انك تشجعه زي نجمة او ستيكر لما يصحى ناشف تشجعه بيه. ادعمه وقول له انا عارف انك بتحاول. خليك فاكر ان الطفل مش بيعمل كده بايده، ده مش كسل، دي مرحلة. كل ما دعمت طفلك اكتر كل ما عداها اسرع وباقل ضرر نفسي. لو الفيديو ده عجبك شاركه، يمكن يشوفوا ام او اب بيمروا بنفس التجربة. وما تنساش تتابع الحلقة الجاية من سلسلة افهم طفلك خطوة بخطوة. الموضوع الجاي: مص الإصبع بعد 5 سنوات وسيلة أمان ولا علامة خطر؟ تابعني وخلينا نكمل مع بعض الطريق.